משטר הבחירות המרכזי, מי יעלה, מי ירד ומי יהיה ראש הממשלה السلام عليكم ورحمة الله. انهيار مذيعة إسرائيلية بعد اختراق طائرة جزائرية للأجواء الإسرائيلية وإدخالها مساعدات ضخمة لفلسطين، وأبو تريكة يدخل على الخط. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت متضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق فاضغط إعجاب بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. انهارت مذيعة التلفزيون الإسرائيلي على البث المباشر بعدما شاهدت اختراق طائرة جزائرية للأجواء الإسرائيلية، وكانت محملة بالمساعدات الضخمة لفلسطين. وقالت هذه المذيعة الصهيونية أن الجزائر هي أكبر عدو لإسرائيل، وما فعله الطيار الجزائري لا يمكن السكوت عنه، فاختراق المجال الجوي الإسرائيلي عقوبته الإعدام حسب القانون الدولي. بينما استطاع الطيار الجزائري اختراق المجال الجوي الإسرائيلي وتفادي الرادارات الإسرائيلية، واستطاع الهبوط بسلام بالمساعدات الضخمة للشعب الفلسطيني. فيما دخل على الخط أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: أرفع القبعة لهذا الطيار الجزائري ولكل محاربي الصحراء، فهم لا يخافون الموت، حيث ينطبق الآية الكريمة عليهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأضاف أبو تريكة وقال: تحية كبيرة من القلب للشعب الجزائري الأصيل، وأيضا للشعب المغربي العريق، فهو لا يبخل بأي مساعدة لإخوانه في فلسطين. أما آن الأوان أن نتحد نحن كعرب ونجتمع جميعا على القضية الفلسطينية. وفي النهاية، إذا كنت متضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق فاضغط إعجاب بالفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.